تعالوا نخش على الشأن الداخلي بتاعنا. عندنا خناقة من امبارح، خناقة، بس احنا الحقيقة ما بنعرفش نتخانق صح. يعني عارفين لو خناقة بنعرف نتخانقها ماشي، ما بنعرفش نتخانق صح. ليه بقى؟ لأنه امبارح مصر خسرت من تونس وديا 3-1، عادي بتحصل، عادي جدا يعني. فبدأت الخناقة بقى تيجي ازاي؟ البعض يقول لك ايه، شفت بقى الاهلي انتصر على المنتخب والاهلي خد اللعيبة فخسرنا. ده البعض التاني قال لك شفت بقى من غير لعيبة الاهلي المنتخب ما يكسبش، شفت بقى لعيبة النادي الاهلي وتأثيرهم. وده اللي احنا فالحين فيه، ان احنا بدل ما نشوف مشكلتنا عادي، الراجل ما خسرش ولا مباراة، دي اول مباراة يخسرها عادي جدا. المنتخب التونسي منتخب قوي ومنتخب كبير، واحنا كنا في اسوأ حالاتنا امبارح، والتشكيلة ما كانتش لطيفة، والدفاع ما كانش كويس، حاجات كتيرة يعني. لكنه في النهاية طب وبعدين احنا هنفضل نتخانق الخناقات الجميلة اللطيفة بتاعتنا دي؟ وانت حضرتك ما بصيتش على المدرجات؟ ما شفتش المدرجات ومنتخبنا الوطني غريب في بيته؟ ايوه غريب في بيته، لازم نعترف منتخبنا كان غريب في بيته امبارح، لانه مفيش جمهور. اصوات المنتخب التونسي، جماهير تونس اعلى من اصوات جمهورنا، حتى الشوية القليلين اللي حضروا مالهمش صوت تقريبا، مفيش. يعني لما ايه رايحين رحلة يتفرجوا، العدد ما زادش. يعني لو قلت انا بالمبالغة وبالمجاز وبالمش عارف ايه ما كملناش 2000. ده يعني ده انا خلي بال حضرتك ايه، وانا مجامل في النص كده يعني، تخيلوا والله مجامل في النص. طب وقبلها المنتخب الاولمبي بيلعب في السويس مفيش 500 واحد ولا 400 واحد، وبرضه وانا مجامل خلي بال حضرتك يعني. فايه اللي بيحصل؟ ليه الناس هاجره المنتخبات المصريه؟ ليه الناس بعيده عن المنتخبات؟ وفي نفس الوقت ماتش مصر واثيوبيا، طب ده قال لك اصل ده ماتش ودي، طب الماتش الرسمي مصر واثيوبيا نفس الامر واقل كثيرا يعني مثلا واحد زي محمد صلاح ده لو بيروح يلعب مباراه وديه في اي مكان مع ليفربول، الدنيا بتبقى مليانه على اخرها عشان يتفرجوا على صلاح. ما هو كمان نفسه بتتسد، يعني صلاح نفسه بتتسد لما يبقى في بلده وشايف مفيش جمهور شايف محدش حضر. دي ما تضايقش ولا انتوا حضراتكم شايفين ايه؟ لا تضايق ونص وثلاث ارباع كمان، تضايق يعني. فلازم نشوف حل لهذا الامر يعني. وخناقه انه طول الوقت احنا عاملين مشاكل عشان لعيبه الاهلي، وطلع بقى فيتوريا بعد المباراه قال لك انا مفيش معسكر انا كنت مرتاح فيه والدنيا عندي مشكله. وانا قلت من البدايه يا جماعه ما تعمل، يعني مفيش داعي ان احنا نعمل مشاكل، لانه الامر مش محتاج مشكله خالص يعني. فموضوع لعيبه النادي الاهلي والمنتخب والماتش والحدوته، وقلت الامور تتحل بهدوء، لكن صنعناها قضيه راي عام، وهو في منتصر وفي مش منتصر، شغلانه وهيصه ودوشه ملهاش اي لازمه بمنتهى الامانه يعني، ملهاش اي لازمه بمنتهى الامانه. فانا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نبطل خناقات. تعالوا نشوف ايه المشكله، ايه اللي حصل، ونتداركها او نتجاوزها عشان اللي جاي يبقى احسن يعني، عشان اللي جاي يبقى افضل. لكن كده مش معقول. عندنا بقى دلوقتي بدأنا نحضر لخناقة اكتوبر تاني. هي البيضة ولا الفرخة؟ المنتخب ولا النادي ولا المنتخب؟ يلا يا ابني انت هو، يلا نخش في خناقة، يلا نخش في حدوتة. احنا فعلا فالحين في كده، شاطرين في كده، واحلى شطارة بصراحة يعني. خسرنا من تونس 3-1، ادينا اداء ما كانش جيد، منتخبنا ما كانش حلو، التركيبة ما كانتش صحيحة، عادي، تجربة استفيد منها، الحمد لله انها بتيجي في ودي. تصنيف مش فارق قوي معانا دلوقتي، ليه؟ لانه خلاص خلصت قرعة كاس العالم، خلصت مجموعات بطولة افريقيا، والحمد لله بقينا على راس مجموعة في كاس العالم، وهنبقى على راس مجموعة في افريقيا. فالامر اتحسم يعني. يا جماعة ريحوا دماغكم، ريحونا شوية،
لانه كده الجو لا يشجع على العمل ولا على الانتاج.